وزارة الصحة تقرر والمجموعة الطبية ترفض القرار. شنو صار اليوم؟ وزارة الصحة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026 ستبدأ الوزارة البرنامج التدريبي الوطني الخاص بخريجي الكليات والمعاهد الصحية التقنية الطبية من غير المعينين دفعة 23 ودفعة 24 لغرض تدريبهم ومن ثم منحهم إجازة العمل بالقطاع الخاص. هذا القرار قوبل برفض من تنسيقية المجموعة الطبية 2024 اللي أعلنت رفضها أي مسار يكون بديل للحلول القانونية والوظيفية العادلة حسب تعبيرهم، بالإضافة إلى تحميل وزارة الصحة تبعات وآثار هذا القرار، فضلا عن إطلاق تظاهرة مركزية يوم الأربعاء أمام وزارة الصحة ودعوة الجميع للتظاهر أمام وزارة الصحة، ودعوتهم أيضا لتطبيق قانون رقم 6 لسنة 2000 اللي يشمل تعيين كل المهن الصحية والطبية. برأيكم الوضع المالي يسمح الآن لتعيين المتبقين من غير المعينين دفعة 23 و24 لو وضعنا المالي لا يسمح وعلى الجميع الذهاب للتدريب ومن ثم العمل بالقطاع الخاص؟ تحياتي.